يعني انا هحط العربيه تنشوكي ومانجا؟ انا عايز ميه يا بنت، العربيه عطلانه. زق يا مصور زق. استغفر الله العظيم يا رب. مصور واضح ان العربيه عايزه ميه. لا روح هات لي ميه طيب عقبال بس ما اشوف الدنيا ايه. ما لقيتش ميه، جبت عصير. عصير؟ ما هو مش اي عصير، ده تين شوكي ومانجا. يعني انا هحط العربيه تنشوكي ومانجا؟ انا عايز ميه يا بنت، العربيه عطلانه. ده منين ده؟ اشرب اشرب. مكه؟ هو مكه فتح هنا؟ ده مكه ده بتاع اسكندريه، فتح هنا؟ امانه فتح في الشيخ زايد ده فين؟ امسكي كده ثواني، امسكي ثواني. لا العربيه تتقفل بقى ونشوف. قفل العربيه دلوقتي. اشمعنى دلوقتي يعني؟ هنقفل؟ لا وريني. اهو ده المكان اللي عمره ما خذلني، انت خذلتيني والعربيه خذلت. اول مره تعملي حاجه ومبسوط منها والله بجد. تعالي وريني مكانه فين. مانجا تين شوكي، جرب تين شوكي. وانا داخل عصير مكه لقيت العجله دي، فبسالهم قالوا لي ده الخلاط، انت بتعمل عصيرك بنفسك. قلت لهم طب يلا نعمل سموزي بطيخ. بحب دايما الحاجات الجديده والله بجد، يعني انا عاجبني الفكر. نفتح. انا دخلت لقيت قدام المصور شجره المانجا دي، طبعا هو كان خلصها اساسا، وفي الاخر ضحكان عليا وجايب لي عصير مانجا وعصير تين شوكي. ده المصور اللي بتقولوا لي بالراحه عليه، اهدى عليه، اكله معاك. قرب. بص دي شجره المانجا، مانجا متقطعه بالمنظر ده، وبولة ايس كريم وعليها مكسرات. طب المكسرات ايه؟ كاجو، لوز، فيها بندق. تهزروا ولا ايه؟ ده بيهزروا. ناكل مكسرات لوحدها. ده جامده قوي. الايس كريم بتاعهم انا جربته قبل كده في اسكندريه، يعني معظم الحاجات دي انا جربتها في اسكندريه على وضعها. هناك ما اسموش ايس كريم، اسمه جيلاتي. لا سيبني مع دي مصور. طب والعربيه؟ لا العربيه يعني كله خذلني، ده الوحيد اللي وقف جنبي في صفي حبيبي. لقيت ميكس غريب رهيب اسمه انتكه. عباره عن ايه بقى؟ ميلك شيك بلح وبندق وبس، تقيل. فجايب لك معلقه. ليه بقى؟ قرب كده مصور. بلح وبندق على بعض اساسا ده حوار. تاكل كده، بص التقل، بص التقل. ده يتاكل ما يتشربش، ودي مش نافعه، لازم دي. ده جامد قوي ده مصور. قرب تاني. تقيل تقل. لقيت عندهم حاجه جديده، يعني اول مره اعرف ان هم بيعملوها. دي كان المفروض بوبا باشن فروت ومانجا. لا لذيذ موضوع الكان ده. هي طعمها حلو جدا، فكره الباشون فروت على المانجا طعمها حلو. انا اخش على ده عباره عن زبادي مانجا خوخ وايس كريم مضروبين في الخلاط وبيطلع لك بالمنظر ده. حلو قوي، هيعجبك ده مصور جدا. بص احنا اول ما دخلنا عايز اقول لكم ان المكان جامد. المكان لسه فاتح سنه على وسط الدهشور في الشيخ زايد، فكويس ان هم جم قريب مني، فاهم؟ بتخش بتلاقي المكعب الجميل ده، بتعمل سكان للمنيو او البيج بتاعتهم لو انت عايز تعمل فول. فانا كده حطيت لكم المنيو. اصلا المنيو غريب، ده في مثلا لا يقل عن 200 صنف ولا حاجه. ده الخد الجميل، مش بقول لك انت هتلاقي اسماء غريبه معاها. ده مكه الاصلي بتاع اسكندريه. ده عباره عن زبادي وموز ايس كريم وعسل. فيلا نقول بسم الله. ده اجمد من الحضري جدا. في ميكس رهيب عندهم اسمه لوكا، عباره عن مانجا اناناس وموز وبولة ايس كريم، وبيتجرنش بعد كده لما بيتضرب في الخلاط بفراوله. جامده. ده تقيل لسه مصور. حلو قوي. ده جامد، اجمد من اللي فاتوا. انا هقول لك بس الدنيا مشيت ازاي وهل حلوه ولا مش حلوه. هم بصراحه حلوين، يعني مكه معروف، مش انا اللي جاي اقول حلو ولا مش حلو. انا اتفاجئت ان هو بس فتح في الشيخ زايد، لا اكتر ولا اقل، وكان لازم نخش نقتحم. ليك في البيزك خالص من غير افتكاسات ولا اختراعات ولا ميكسات. دوس يا معلم، دوس يعني دوس وانت مطمن. حاجات حلوه.
حاجات فريش ما فيهاش فيها سكر كتير، يعني هو بيظبط لك الدنيا بحيث ان انت ما تجزعش من كتر السكر اللي محطوط في العصير. ليك في الميكسات الخد الجميل جامد 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 جامد، ولوكا. لوكا الحضري يعني عادي يعدي، بس دول جمدان. الكان بقى الجديده اللي هم عاملينها دي حلوه قوي قوي، لو انت مثلا تيك اواي ولا حاجه فالدنيا ما تقلبش منك، الدنيا محكمه شكلها حلو شيك لذيذ. فكره البوب انا ما اعرفش ان هم عندهم بوب، انا اتفاجئت ان هم عندهم بوب، فبصراحه الدنيا لذيذه. دي بقى انا مش هتكلم عنها، بس انا هقعد معاها دلوقتي نمزمز انا وهي. فاشوفك فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفوف بلوجر. وهل مكه يستاهل؟ مش انا اللي جاي اقول يستاهل ولا ما يستاهلش. وبجد بتوع اسكندريه ما طلعوش احسن مننا، واحنا بقينا جامدين قوي عندنا مكه زيهم. اشوفك فيديو جديد، سلام.